السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل في قناة أخبار رادار MA. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف واللي راه يستناه كل موظف في الجزائر، وهو آخر المستجدات بخصوص الزيادات المرتقبة في الأجور. لكن قبل ما نبدأ، إذا كنت أول مرة تزور القناة ما تنساش تدير إعجاب للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس، لأن دعمكم هو اللي يخلينا ونوصلوا لكم الأخبار الصحيحة أول بأول، وكل اشتراك منكم يساعد القناة تكبر وتستمر. خلونا نبدأ بأهم نقطة، وهي أن رئيس الجمهورية اتكلم بنفسه على موضوع الزيادات في الأجور لما طرح عليه أحد الصحفيين سؤال في لقاء صحفي، وكان الرد واضح. قال إن الزيادة تكون في نهاية سنة 2026 وبداية سنة 2027. وهنا لازم نوضح حاجة مهمة بزاف. الرئيس اتكلم على فترة زمنية وما قالش الشهر بالتحديد، يعني ما قالش جانفي ولا فيفري ولا مارس، ولهذا أي شخص يقول إن الزيادة رح تدخل في شهر معين فهذا مجرد اجتهاد وليس معلومة رسمية. بزاف ناس فهموا التصريح بطريقة مختلفة، كاين اللي قال الزيادة تدخل مباشرة في جانفي، وكاين اللي قال اتأجلت، لكن الحقيقة إن الشهر مازال ما تعلنش عليه رسمياً. في هذا الفيديو رح نجاوبوا على أهم الأسئلة اللي وصلتني في التعليقات. أول سؤال: هل الزيادة أصبحت مؤكدة؟ الجواب نعم، لأن رئيس الجمهورية أكد وجود التزام بمواصلة رفع الأجور، وإذا شفنا سابقا الوصول إلى نسبة 47%، فالهدف المعلن هو الوصول إلى 53% تدريجيا. لكن السؤال الثاني واللي يهم الجميع: كيفاش راح تنعكس هذه الزيادة على الراتب الشهري؟ هنا لازم نفهموا باللي رفع الأجور ما يعنيش بالضرورة مبلغ ثابت لكل الموظفين. الدولة عندها أكثر من طريقة باش ترفع الأجور. تقدر ترفع النقطة الاستدلالية، وتقدر تراجع الأجر القاعدي، وتقدر تزيد في المنح والتعويضات، أو حتى تجمع بين أكثر من آلية. ولهذا السبب من غير الممكن اليوم نقول باللي كل موظف رح يستفيد بنفس القيمة. الراتب في الوظيفة العمومي ما يتكونش غير من الأجر القاعدي، بل فيه الأجر الرئيسي ومنح مختلفة وتعويضات وتعويض خبرة مهنية وعناصر أخرى تختلف من قطاع لآخر. يعني إذا ارتفعت النقطة الاستدلالية، الموظف اللي عنده عدد نقاط أكبر بطبيعة الحال رح يستفيد أكثر. وإذا كانت الزيادة في المنح، هنا أيضا رح يكون اختلاف بين القطاعات، لأن كل قطاع عنده نظام تعويضات خاص به، ولهذا نشوف مرات موظفين في نفس الصنف لكن رواتبهم مختلفة بسبب المنح والتعويضات. السؤال الثالث واللي كامل الناس يسقسيوا عليه هو: متى يبدأ التطبيق؟ هنا لازم نفرق بين 3 مراحل. المرحلة الأولى هي الإعلان السياسي، والرئيس اتكلم عليها لما قال إن الزيادة تكون في نهاية 2026 وبداية 2027. المرحلة الثانية هي صدور النصوص القانونية والتنظيمية في الجريدة الرسمية، وهذه النصوص هي اللي تحدد طريقة الحساب والفئات المعنية وكيفية التطبيق. أما المرحلة الثالثة فهي التنفيذ المالي داخل الإدارات، يعني بعد صدور القوانين تبدأ المصالح المالية في إعداد الرواتب الجديدة، وبعدها تظهر الزيادة فعليا في كشف الراتب. لهذا السبب ما نقدرش اليوم نحدد الشهر بالضبط، لأن القرار النهائي يبقى مرتبط بالإجراءات الرسمية. وكاين نقطة مهمة أخرى: حتى إذا صدر القرار، هذا ما يعني بالضرورة إن جميع الموظفين يستلموا الزيادة في نفس الوقت، لأن تحديث البرامج المالية وإعداد كشوف الرواتب يحتاج وقت، خاصة وأن عدد الموظفين في الجزائر كبير جدا. وفي بعض الحالات إذا تأخر التطبيق ممكن يتم صرف الفارق المالي بأثر رجعي، لكن هذا يبقى مرتبط بما يرد في النصوص الرسمية وما نقدرش نأكدوه قبل صدورها. السؤال الأخير: هل الزيادة راح تكون كبيرة؟ حسب التصريحات الرسمية الهدف هو الوصول تدريجيا إلى نسبة 53%، وهذا يعني أن الدولة تواصل برنامج تحسين الأجور. لكن قيمة الزيادة بالنسبة لكل موظف تختلف حسب الرتبة والصنف وعدد النقاط والمنح والتعويضات. لهذا أي شخص يعطيكم رقم نهائي اليوم، سواء قال 5000 دينار أو 10,000 دينار، فهذا مجرد توقع وليس معلومة رسمية. احنا في القناة نحاول دائما نقدم المعلومات كما جاءت في المصادر الرسمية، وإذا قمنا بأي حسابات تقريبية نوضح لكم بأنها مجرد أمثلة وليست أرقاما نهائية.
والهدف من هذه الزيادات حسب ما أعلنته السلطات هو تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وأول ما تصدر التفاصيل الرسمية سواء في الجريدة الرسمية أو خلال مجلس الوزراء راح نكون أول ناس ننقلها لكم بكل شفافية ووضوح. لهذا ننصحكم ما تصدقوا أي إشاعة أو منشور يتداول أرقاما أو تواريخ نهائية بدون مصدر رسمي. وفي الختام، إذا عجبكم هذا الشرح واستفدتم منه ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في قناة أخبار رادار MA وفعلوا الجرس باش توصلكم جميع الأخبار الجديدة أول بأول. اكتبوا لنا في التعليقات في رأيكم، هل الزيادات القادمة رح تكون كافية لتحسين القدرة الشرائية؟ شكرا جزيلا على حسن المتابعة والثقة ديالكم. ربي يحفظكم ويوفقكم، ونلتقي في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.